النهاردة جبت لكم مشروب خيالي كلنا هندوب فيه دوبين. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. اول حاجة هنجيب المج اللي احنا هنعمل فيه المشروب. حطيت عليه من على الحروف بتاعته كراميل عشان يدينا الشكل الجميل دوت. وبعد كده جبت الكريم كراميل اللي هي البودرة بتاعته، وبعد كده حطيت منها حوالي معلقتين كبار. وبعد كده هنزل عليهم دلوقتي بمعلقتين من السكر، وهنزل عليهم كمان بشوية من اللبن حوالي ربع كوباية. ربع كوباية لبن نزلتها على البودرة بتاعة الكريم كراميل علشان أبدأ دلوقتي إن أنا أضربهم مع بعض ويعملوا لي عبارة عن مشروب كده أو خليط عامل زي الفوم شوية. انتي هتشوفيه دلوقتي الكمية بتاعته بتزيد. وبعد كده هنزل عليه بمكعبات من التلج، وهنزل عليها بعد كده بكوباية كبيرة من اللبن. لبن حليب، لبن علب اللي يعجبك، اللي انتي بتستخدميه عادي مفيش اي مشكلة، واللبن يكون ساقع. وبعد كده هنزل عليها دلوقتي، هركن كل الكلام الجميل ده، وبعد كده هجيب كوباية صغيرة او اي حاجة هنضرب فيها شوية بسيطة قوي من المية. وبعد كده هنزل عليها يعتبر بمعلقة صغيرة من النسكافيه. عايزة النسكافيه اي نوع انتي بتستخدميه برضو براحتك. هنبدأ ان احنا دلوقتي نضربه، بس هضيف عليه الاول معلقة صغيرة من السكر عشان نضربه ويعمل معانا فوم. هنضرب دلوقتي النسكافيه، ما تزوديش المية قوي، ممكن تستبدلي المية، ممكن تحطي مكانها لبن وتضربي برضو، بس الكمية المية حوالي معلقتين او 3 بالكثير كبار من المية او اللبن. ضربناه كده وعمل الفوم اللي قدامك الخطير ده. هنبدأ ننزل على اللبن اللي كان في المج اللي احنا عملناه من شوية، هننزل عليه من فوق كده. بصي على شكله، بصي على جماله، بجد خطير. هبدأ ان انا احاول ان انا اقلبه تقليبة بسيطة خالص، بس علشان عايزة الفوم اللي انا عملته النسكافيه دوت ينزل في اللبن عشان ياخد كده من طعم بعضه. وبعد كده خلاص كده انا خلصت المشروب، هغطيه بس، وهيطلع معاكي احلى واطعم مشروب خيالي بجد. الناس اللي بتعشق النسكافيه او بتعشق القهوة، مش قادرة اقولك الميكس بتاع الكراميل مع الكريم كراميل مع النسكافيه واللبن بجد خطير يا جماعة. جربوا المشروب دوت، هتدوبي فيه دوبين، هيعجبك جدا في الصيف ومش هتستغني عنه. يوميا هتعمليه، كبار وصغيرين هيعجبهم جدا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.